ايه اكتر عربية ممكن تشتريها وتستمتع بأدائها؟ ولو مهتم بسعر إعادة البيع تعمل ايه؟ انا اسلام حويلة، وما تنساش اللايك والاشتراك في منصاتنا المختلفة. الحلقة برعاية AJC Auto، موزع رسمي معتمد لاكتر من 14 علامة في مصر. اسئلة كتير بتتبعت لي حوالين ايه افضل عربية، او العربية دي احسن او العربية دي احسن. الناس معها حق، لان مع كثرة الموديلات وتقارب التجهيزات والاداء بيبقى الاختيار مربك ومحير فعلا. لكن اغلب الحيرة بتكون في العربيات المتوسطة. محدش بيبعت يسأل اشتري الفئة الخامسة من BMW ولا اشتري مرسيدس اي كلاس. الحيرة دايما بتيجي لان اللي بيشتري او العميل عايز ياخد كل حاجة من العربية اللي هيشتريها، عايز سعرها مناسب ليه وفي نفس الوقت يحافظ على سعر اعادة البيع، عايز قطع غيار في كل مكان، عايز امان وراحة واداء وشكل. كل ده كويس، لكن لازم تبقى عارف ومتأكد ان كل حاجة وليها سعرها. كل ما زادت امكانات وتجهيزات العربية كل ما زاد سعرها، يعني لازم تتنازل عن طلب او اتنين علشان تعرف تستمتع بالباقي. مهم جدا تبقى عارف العربية المناسبة لتحركاتك واستخداماتك. عايزها وسيلة انتقال بس ولا بتهتم بالشكل الاجتماعي؟ المسافة والطريق بين شغلك والبيت، هل الطريق ماشي وسالك ولا زحمة وكل يوم الدنيا واقفة؟ بتسافر كتير ولا هي مرة في السنة؟ أسرتك كبيرة ولا صغيرة؟ في نيتك تقعد العربية معاك كام سنة قبل ما تغيرها؟ كل دي أسئلة لازم تجاوب عليها قبل ما تفكر تشتري أي عربية. طيب نرجع للسؤال بتاعنا، إيه أفضل عربيات من حيث الأداء؟ لو أنت عايز أداء رياضي ممتع فأنت قدامك اختيارين، يا إما BMW يا إما كوبرا. لو هتطلع بالسعر الفوق يبقى قدامنا BMW، ودي علامة مفيش فيها كلام يتقال. ولو عايز أداء رياضي أفضل يبقى سلسلة الام من BMW برضه. لو بتتكلم على عربية سعرها أقل يبقى قدامك كوبرا، سواء تيرامار أو ليون. لو جربتها هتستمتع فعلا بسواقتها، قيادتها ممتعة فعلا. يمكن أحسن تعليق سمعته كان بيوصف أداء كوبرا إن الواحد مش عايز ينزل منه. طيب لو سعرها أقل من كده يبقى تشيل من دماغك خالص كلمة رياضية أو أداء رياضي، شيلها من حساباتك، لأنه كله شبه بعضه. الأوروبي شبه بعضه والصيني شبه بعضه والكوري كمان. طب أنت لو مهتم بسعر إعادة البيع يبقى تشوف أكتر 10 عربيات أو 20 عربية بيبيعوا في مصر وتشتري واحدة منهم. سعر إعادة البيع مرتبط بانتشار العربية، من غير ما تسأل دي أفضل ولا دي أفضل. شوف أكتر عربيات باعت في السنين اللي فاتت وهي دي الإجابة.